لا يا حبيبي، انا ما تمش القبض عليا والله. انا بره، انا موجود بره الحرم يعني، ما فيش اي حاجه والله. الشرطه وقتها بتوع الحرم جم خدوا العسكري وخد اخويا، وتم التحقق معاه ومع اخويا، والمشكله اتحلت على طول في نفس الوقت، واخويا طلع. وحتى جزاهم الله الخير كان بيقول لك عاوزين تشتكوا على العسكري اشتكوا، قلنا له لا احنا مسامحين، احنا ما بيننا وبينه شيء. انا عايز المصريين يطلعوا يشتموا على السعوديين وينشروا الفيديو ده على كل المواقع. عايز كمان الذباب الاخضر يطلع يشتم المصريين على كل الحسابات المصرية. يا ترى فكرتوا مين المستفيد من نشر السلبيات وايه الهدف منها؟ مين اللي بيطالب بتدويل وتنظيم الحج والعمرة؟ احنا كمصريين بعد المشهد المخل من الامن اللي موجود بالحرم الشريف بنطالب بتداول الاماكن المقدسة كمكة والمدينة اللي الدول الاسلامية كل دولة تمسكها سنة. خلينا نتعامل مع الموقف بعيد عن اي جنسية. المعتمرة كانت ماسكة شنطة وقاعدة في مكان مخصص للخروج. رجل الامن قال في التحقيق ان قبل ما يشد الشنطة قال لها اتحركي، الجلوس في المكان ده ممنوع اكتر من مرة. راجل الامن شد الشنطة من ايديها اللي كانت ماسكاها بقوة، فظهر المشهد بالشكل ده. كان لازم رجل الأمن ياخد باله من التعليمات اللي قالها المسؤول لما يجي يتعامل مع المعتمرين أو الحجاج المخالفين، لأنه تصرف مرفوض. قد لحظة من اللحظات يأتيك حاج أو قاصد لبيت الله فيدعو لك بدعوة تسعد سعادة لا تشقى بعدها شيء، ولو تسيء التعامل مع ذلك قد يدعي عليك دعوة في هذا المكان تشقى فلا تسعد بعدها شيء. فيجب أن نحسن العمل مع قاصد بيت الله حتى لو ساء لنا، يجب أن نتحمل، لأننا رجال أمن ونمثل الدولة بذلت الكثير، ومن ذلك البذل أن سخرت لهؤلاء القاصدين بيت الله سبحانه وتعالى رجال أمن زيكم، أنهم إن شاء الله يمثلون ويكونوا عند حسن الظن. أنا أختتم، يجب أن دائما نضع الله أمام عيوننا، فلا نتكلم ولا نرفع أيدينا إلا في حدود العمل والمساعدة والتوجيه فقط لا غير. لا ودي أطيل، أنا أعرف أن الوقت الحالي وقت التسليم، وقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا إحنا وياكم خالصا لوجهه، ويحسن عملنا وقولنا ويتقبل. أما رد فعل المعتمر وبرضه بدون ذكر جنسيته، رد فعل طبيعي لما يشوف سيدة كانت هتتقلب على وشها، ومع ذلك رجل الأمن استمر في تعنيف المعتمر اللي ما أخطأش في حقه. وفي نفس الوقت ما تخليش سلبية رجل الأمن تنسيك المجهود الكبير اللي بتبذله حكومة المملكة العربية السعودية في تقديم كافة الرعاية للحجاج والمعتمرين، وبتسخر كل إمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.